السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهاردة 7 اشياء تؤذي وتقتل النرجسي اكتر من الصمت العقابي. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. من الامور اللي بتؤذي وتقتل النرجسي جدا 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 اكتر من الصمت العقابي هو الفقد. الفقد النرجسي لما بيفقد الوقود، النرجسي لما بيفقد الاعجاب، النرجسي لما بيفقد انبهار الاخرين بيه. تمام. النرجسي لما بيفقد صحته، النرجسي لما بيفقد يبدأ انه يتقدم في العمر، النرجسي لما يبقى بيفقد بريقه. كل انواع الفقد بتؤلم النرجسي، وخصوصا فقد الوقود او فقد الضحية اللي هي كانت سبب اساسي او مصدر اساسي من مصادر الوقود. احنا عارفين ان النرجسيين عامة ملهمش علاقة بفقد الاشخاص، يعني النرجسيين عامة ما بيزعلوش على فقد الاشخاص، ولكن هم بيزعلوا وبيفتقدوا الوقود اللي كانوا بياخدوه من الشخص اللي فقدوه ده، سواء الشخص اللي فقدوه ده فقدوه بانفصالهم عنه او فقدوه بالوفاة او غير ما الى ذلك. تمام. كمان الوحدة بتعني للنرجسي ايه؟ الوحدة بتعني للنرجسي مواجهة النرجسي بنفسه. الوحدة بتعني للنرجسي انه يفتكر كل سلبياته، يفتكر عذاب الماضي، يفتكر قد ايه هو كان تعبان، يفتكر كل الناس اللي حواليه اللي كانوا بيسلبوه شخصيته، بيسلبوه الامور اللي كان بيحبها، مستخسرين فيه انه يستمتع بحياته، مش معترفين بطلباته، مش معترفين برغباته. فالوحدة بتشكل على النرجسي ألم نفسي كبير جدا، جلد ذات كبير جدا. النرجسي من الناس اللي بتجلد ذاتها جامد جدا، وده بيسبب له قلق وتوتر واضطراب نفسي. عشان كده دايما بيسقط هذا الجلد على الضحية. خلاص. كمان كشف حقيقة النرجسي ومواجهته. النرجسي لما بتكشفي حقيقة النرجسي وتواجهيه وتقولي له انت نرجسي وانت كذاب وانت خداع وانت مش عارف ايه كل السلبيات اللي انت بتواجهي النرجسي بيها كلها بتخلي النرجسي انت بتواجهيه بنفسه، بتواجهيه بسلبياته. النرجسي خصوصا لو كان نرجسي خفي، من الامور اللي بتتعبه جدا ان الناس تعرف اللي انت بتقوليه. وادام انت قلتي للنرجسي واجهتي، فالنرجسي بيتهمك بتشويه سمعته حتى لو انت ما طلعتيش الكلام ده بره. يعني هي انتهت ادام انت حتى لو ما طلعتيش الكلام ده بره، النرجسي برضو بيتهمك بالامور دي. خلاص. من الامور اللي بتضايق النرجسي جدا 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 انه يستغنى عن ملابسه القديمه، الامور القديمه اللي عنده، الاشياء القديمه الباليه اللي خلاص ما ينفعش انها تتلبس او تستخدم لاي سبب من الاسباب. دي من الامور اللي بتأذي النرجسي جدا. كمان بعد الانفصال او بعد ما النرجسي بينفصل عن الضحية، من الامور برضو اللي بتؤذي النرجسي انه ما يبقاش عارف اخبارها، انه ما يبقاش عارف يراقبها، او مش عارف يستدرجها لتدعيم مشاعرها تجاهه مرة اخرى، فيتسلى عليها عشان ياخد منها وقود، سواء وقود سلبي بان هي مش عايزة ترجع له بعدم رغبتها في رجوعها ليه، او وقود ايجابي في ان هي لسه عايزاه ولسه بتحلم ان هي ترجع له ولسه ان هي بتحبه وهكذا. فالنقطتين دول لما النرجسي بيفقدهم بعد الانفصال ويبقى مش عارف طريق للضحية ومش عارف ازاي يتواصل معاها ومش عارف ازاي يراقبها حتى، ده بيشكل عليه فقد كبير جدا وبيحس انه بقى مش مسيطر عليها. تمام. من الامور
اللي بتؤذي وتقتل النرجسي جدا جدا هو عدم وجود امتداد نرجسي للنرجسي. يعني مفيش حد طالع من اولادك زي النرجسي. النرجسي بيعمل امتداد ليه، بيعلم اولادك النرجسيه، بيعلمهم ازاي يغيظوا بعض، بيعلمهم ازاي يكرهوا بعض، وازاي القوي فيهم يتطاول على الضعيف، وان هو كمان بيعمل اللي هو موضوع اللي هو كبش الفدا والطفل الذهبي. كل دي بتبقى امتدادات للنرجسي، هو بيحب كده جدا. لكن لما انت بتبقي بقى حاكمه السيطره على اولادك وعزلاهم عن النرجسي ومدياهم امان ومدياهم تعاطف واهتمام ومشاعر، تمام، فانت قطعت الطريق على النرجسي في انه يكون ليه امتداد في اولادك. فهو ده اكتر حاجه تؤلم النرجسي، خصوصا لما تبقى اولادك مدركين لقيمه نفسهم ومتفوقين وشاطرين، وفي نفس الوقت ما بيتاثروش بكلام النرجسي السلبي تجاههم. هو ده اكتر حاجه تألم النرجسي. من اكتر الحاجات اللي بتألم النرجسي هو عدم احتياجك للنرجسي، سواء الاحتياج المادي. عشان كده دايما بنقول لازم يكون في استقلال مادي، لازم يكون عندك مصدر دخل. ليه؟ لان الموضوع ده بيؤلم النرجسي، بيقلل جدا من ان النرجسي يكون ضدك، بيخلي النرجسي يخاف منك، بيخلي النرجسي يعمل لك ألف حساب، وإنك انت بتبقي قادرة على الرحيل. فعلى هذا الأساس النرجسي مش عايز يفقدك، على الأقل لو هو يعني مفيش أي تفاهم ولا احترام بينك وبينه، على الأقل هو مش هيبقى عايز يفقدك لأنك مصدر أساسي للوقود. فهمنا؟ فموضوع عدم احتياجك انت للنرجسي ماديا، عدم احتياجك ليه عاطفيا. انت بقت عندك مصادر للاشباع العاطفي، سواء في اولادك، سواء في الروحانيات، سواء في تطويرك لنفسك، سواء في علاقاتك الإيجابية والصداقات الإيجابية اللي حواليكي. فأصبح النرجسي فراغ العاطفي اللي النرجسي بقى مسببهولك ما بقاش زي الأول، ما بقاش بيألمك ويتعبك نفسيا، والنرجسي يشوفك وانت مكسورة مقهورة نفسيا بسبب انه مسبب لك فراغ عاطفي. تمام؟ كمان عدم اهتمامك بالنرجسي، عدم الاهتمام اللي هو اقصد يعني انت مش مهتمه خالص بالنرجسي، مش بتحضري النرجسي اكل، مش بتشوفي طلبات النرجسي، مش بتبتسمي في وش النرجسي، مش مهتمه بالحوار والحديث مع النرجسي، مش مهتمه بوجود النرجسي في البيت او عدم وجوده في البيت. الاتنين بالنسبه لك سيان. فدي من الامور اللي بتضايق جدا 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 النرجسي، وبتحسسه ان هو فقد السيطرة عليكي. خلاص. كمان من الامور اللي بتؤذي جدا النرجسي هي الشيخوخة. الشيخوخة وتوابعها. الشيخوخة توابعها اقصد السلبيات اللي بتنجم عن الشيخوخة، انه مش قادر يفتكر الاحداث كويس، انه مش قادر يقوم يمشي، مش قادر يروح يتحرك في البيت. تمام. المشاوير اللي كان سهل انه يعملها قبل كده ما بقاش قادر انه يعملها، او بقى محتاج ان لحد او ناس تعملها بداله. كل دي امور بتقتل النرجسي وبتؤذيه جدا. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.